بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. تعليقا على ما حدث في ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، يعني هذا شيء غريب وغير مفهوم وغير منطقي. علاش شيء غريب وغير مفهوم وغير منطقي؟ يعني المقابلة كانت تمشي فيها أحسن على أحسن ما يرام، لا مشاكل لا والو. فجأة بدأت الفوضى، وكأنها كانت بريباري، خاصة وهاد المقابلة يعني ماشي مقابلة مصيرية، هذه ماشي مقابلة بين فريقين يتصارعان على السقوط، يعني يحوسوا باش ما يطيحوش، ولا فريقين يحوسوا شكون يدي الشامبيونا. هذه مقابلة عادية يمكن تعويضها في المقابلات الباقية، زعما كانت 3 ماتش باقيين يجموا يعوضوا. هذا واحد في المراتب الخمسة الأوائل، ماشي زعما قال واحد راه باغي يطيح ولا واحد باغي يدي الشامبيون ولا يلعب الشامبيون. هذه هاد الفوضى هذه فيها إن وأخواتها. هذه ماشي أحداث بريئة، هذه أحداث مفبركة من طرف الأعداء الجزائر اللي يحوسوا يديروا الفتنة ويحوسوا يديروا لنا مشاكل في البلاد. المباريات البريئة توقع فيها فوضى ويوقع فيها صراع وبالك يوقع فيها مشاكل كبار، بصح تبان بين فريقين مهددين بالسقوط، بين فريق يريد الحصول على البطولة. هنا نتفهموا الوضع، بس هذه مقابلة شيطانية، الهدف منها ضرب الاستقرار في الجزائر وإثارة الفتنة، وعلى الأنصار أن يتجنبوا الفتنة ويعرفوا باللي الجزائر راها مستهدفة من الأعداء في الداخل وفي الخارج. كاين أعداء في الداخل وأعداء في الخارج يريدون ضرب استقرار الوطن، والوطن أغلى ما نملك، أغلى ما يملك الإنسان هو وطنه بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حذاري 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 إخواني من الفتنة، وتحيا الجزائر، ولعنة الله على المنافقين وعلى الخونة وعلى المرتزقة وعلى الذين ينشرون الفتنة بين الشعب الجزائري، وتحيا الجزائر.